ايه قصه فيديوهات رحمه محسن دي؟ والفيديوهات دي حقيقيه ولا لا؟ ومين اللي سرب الفيديوهات دي اساسا؟ وايه الكلام اللي اتقال في الموضوع ده؟ وهل هي فعلا كانت مع زوجها ولا مع حد تاني؟ الكلام كتير جدا والاحداث مش مترتبه. تعالوا بقى ارتب لكم الاحداث واقول لكم اللي اتقال من الطرف ده واللي اتقال من الطرف ده، وكلمتين في الاخر مهمين. يلا بينا. الحبايب مساء الخير. قصة رحمة محسن ابتدت لما هي اختفت شوية وبدأت ان هي يعني تكتب كلام ان هي في حالة صعبة ونفسية معرفش ايه والكلام ده كله، وبعد شوية اتسرب وثيقة الزواج بتاعتها بتعود لسنة 2023، وهي كانت متجوزة من شخص قيل ان هو رجل اعمال شغال في التسويق العقاري والى اخره يعني، وان هو كان الزواج على سنة الله ورسوله. بعد شوية تم الاعلان الانفصال بينهم، ان هم خلاص انفصلوا. وبعدين بعد شوية بدأت ان هي تقول ان طليقي بيبتزني وان هو الراجل يعني بيهددني وعايزني ارجع ليه وحاجات كده، ومستقبلها هيتدمر والى اخره. الا ان فوجئ الجمهور بعدها بشويه يعني وقت قليل جدا، ساعات مش ايام يعني، في فيديوهات اتسربت لرحمه محسن وهي في علاقه مع رجل. تمام؟ وهم الناس ما تعرفش مين هذا الرجل، هل هو زوجها، هل هو حد تاني، مفيش حد يعرف. الا ان الفيديوهات انتشرت بشكل كبير جدا، لحد لما المحامي بتاع رحمه محسن راح وقدم بلاغ للنائب العام وكشف بعض التفاصيل اللي قالها في البلاغ. قال ايه بقى؟ قال ان موكلتي اللي هي رحمه محسن كانت متزوجه رجل اعمال اسمه كذا 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 على سنه الله ورسوله، والرجل ده صورها خلسه، ولما صورها خلسه بدا ان هو يبتزها ويطلب منها فلوس 3 مليون جنيه، والا ان انا هنشر الفيديوهات دي. بعد كده حصل الانفصال بينهم، وبعدين بعد كده هو بدا يبتزها عشان ترجع له، لا رفضت، وبدا يبتز بفلوس. طبعا هي برضو رفضت وقررت ان هي تلجا للقانون علشان تاخد حقها، ولكن الراجل راح فعلا نشر الفيديوهات وفضح موكلتي الفضيحه اللي انتم شايفينها دي. لازم يكون في طرف تاني اللي هو الزوج ده بقى. الزوج ده لما اتسال تمام هو صرح، قال ايه؟ قال كلام مهم جدا ولا بد من التحقق منه، لان في الاول وفي الاخر ده عرض سيده. تمام؟ قال انا كنت متزوج فعلا رحمه محسن سنه 2023، والزواج استمر 4 شهور فقط. 4 شهور فقط. طب وبعدين بعد الاربع شهور احنا انفصلنا. طب انفصلتوا ليه يا عم الحاج؟ قال تصريح خطير، قال لان انفصلنا بسبب الخيانه الزوجيه، وان انا رفعت عليها قضيه وكسبت القضيه ديت، وهي يعني عليها احكام قضائيه بالخيانه الزوجيه ان هي خانتني يعني. يا نهار اسوح، والله هو اللي قال كده، ولازم يتم التحقق، ولو ما كانش الكلام ده صحيح ده مصيبه، لان لازم يقدم الاحكام دي لو معاه. المهم ايه تاني؟ قال لك ومن ساعتها انا ما اعرفش اي حاجه خالص. انا اتفاجئت ان بيتشهر بيا وان في بلاغ متقدم ضدي وان انا اللي ورا الفيديوهات دي، مع ان انا اللي صورت فيديوهات ولا انا اللي معايا في الفيديوهات ولا اي حاجه خالص. لكن انا ما اعرفش عنها حاجه من سنه 23، من ساعه ما اتطلقنا وبعد ما القضيه خلصت. الا ان هي بقى من كام اسبوع كده بدات ان هي تتواصل معايا عايزه ترجع تاني. طب نرجع، طب ما اعرفش ايه، فانا رفضت، فبدات ان هي تصر ان احنا لازم نرجع. تصر ان احنا لازم نرجع، وما كنتش عارف ليه غير لما انا شفت الفيديوهات اتسربت. وبعد ما الفيديوهات اتسربت عرفت بقى هي كانت عايزه ترجع لي ليه. هو يقصد يعني ان هي عايزه تداري على العمله بتاعتها. لازم الكلام ده يتم التحقق فيه. هنا نقطه في الاسطوب، التصريحات كلها خلصت. ايه اللي بعد كده؟ طبعا هقول لك. احنا قدام كارثه. واحده اتفضحت، مطربه اتفضحت، سيده في الاول وفي الاخر وليه زي ما احنا بنقول بالبلدي، تم نشر فيديو ليها وهي في علاقه مع رجل المفروض ان هو زوجها. تمام؟ طيب الفيديو ده حقيقي ولا لا؟ حقيقي. ايه اللي عرفك يا عم خالد ان هو حقيقي؟ اللي عرفني ان هو حقيقي ان اخت رحمه محسن ليها تسجيل صوتي وتصريح اعلامي بتقول الفيديو فعلا حقيقي، في جزء منه حقيقي والجزء الثاني مش حقيقي. يعني الفيديو فيه جزء اختي رحمه هي اللي موجوده فيه مع زوجها، والجزء الثاني معمول بالذكاء الاصطناعي او الاي اي. يا ستات، ليه تسمحوا ان ازواجكم يصوروكم؟ ايا كان، اوعي تسمحي حتى زوجك اوعي تسمحي ان هو يصورك. اوعي تسمحي ان هو يصورك في علاقه زي كده. اوعي تسمحي ان هو يصورك بملابس مثلا اللي هي بقى الملابس الخاصه جدا جدا، فيديو او ولا صوره. لا، لان في رجاله ساعه الخصومه بيكون في فجر في الخصومه. مراته دي ممكن يستخدم الصور دي والفيديوهات دي علشان يضغط عليها. ويبقى في بينهم وبين بعض قضايا ومش عارف ايه في محكمه الاسره، وقضايا نفقه وما اعرفش ايه وقايمه والكلام ده كله. هتتنازلي ولا هنشر الفيديوهات دي وافضحك فضيحه ما اعرفش ايه؟ بيحصل، والله العظيم بيحصل. اوعي. ليه يصورك؟ ليه يصورك؟ لا، يعمل هو عايزه بس ما يصورش. ده جوزي يعمل هو عايز يصور. لا، وانت يا عم الحاج، يا عم الراجل، بتصورها ليه؟
مراتك بتصورها ليه؟ عرضك بتصوره ليه؟ بتصورها ليه؟ عشان تعمل ايه يعني؟ بتوحشك؟ ما هي معاك، ما هي الاصل معاك، انت ليه تروح لصوره؟ ولا تحط في نفسك شبهه. افرض فرضا مثلا انت صورت مثلا وانت راجل امين، يعني شوف انا اقول لك حد فين راجل امين يا عم وبتخاف على عرضك، والموبايل بتاعك ده واقع مع في ايد اي حد تاني، يبقى وسيله ضغط عليك انت، وممكن تخسر اصلا حالك ومالك وشرفك بسببه. طب ليه؟ يا جماعه ارجوكم العقل بقى، اللي احنا بنشوفه ده والله خطر. ربنا يكون في عون رحمه محسن، لان في الاول وفي الاخر بعيدا اقسم بالله، بعيدا عن هي مطربه ولا مش مطربه، مشهوره مش مشهوره، في النهايه هي وليه، وربنا يسترها على ولايانا. شكرا جزيلا.